عنيف. الضحية فرار محمد لا يتجاوز 10 سنوات من العمر. بيت الضحية خيم عليه الحزن والصدمة، والكل يتساءل لماذا حدث الذي حدث، وكيف تسمح ابتدائية لمراهق يتعدى سنه 15 سنة بالدراسة. هذه الجريمة يا هل ترى التلميذ هذا ونو مصري ما هوش مصري، هم يقرأوا مع بعضهم، شع واحد فايت واحد في المستوى. التلميذ القاتل هذا يعني بين قوسين نقولوا القاتل كان في عمره تجاوز المرحلة الابتدائية، المفروض في نهاية المرحلة المتوسطة مخلينه في انتهى. هذه المنظومة التربوية. أولياء التلاميذ أعربوا من جهتهم عن صدمتهم وتخوفهم من تكرار مثل هذه الحوادث. Je trouve pas comment que ça se fait un élément un enfant de 14 ans 13 ans et quelques يقرا مع تلميذ تاع 10 سنين 11 سنة. محمد فرار اسم آخر يضاف إلى قائمة ضحايا العنف بالمدارس، وعلى الرغم من تضارب الروايات عن أسباب وفاته داخل المدرسة، إلا أن الأكيد أن الخلل بالمنظومة التربوية وضوحا يوما بعد يوم.